حياكم الله. مهمة جديدة وياي اليوم المواطن العراقي صبري، مقيم خارج العراق 19 سنة، حب يزور العراق، اشتاق للعراق، بس من الجزائر العراق انصدم. اكتشف انه هو مطلوب للسلطات الأردنية ومحكوم غيابيا 3 سنوات، وعلى السلطات العراقية تسليم صبري فورا إلى الأردن بتهمة إطالة اللسان على مقام حضرة جلالة الملك المعظم. هم خاف يشوفني النوب ويحمسني بدعوة قضائية، خاف عايزة هي. صبري، نعم جابك يا صبري؟ شوق ليش متجاوز على ملك الأردن؟ والله ولا سالفه ولا جاي والله. شنو سولف؟ وين شنت انت؟ انا بتعرف انت وضع العراق، احنا مسافرين من 2004. زين. وقسم من اهلي قبلي تمام. مسافرين، وتعرف انت الوضع شلون كان هاي البعض. احنا احترمنا نفسنا، ما حبينا ندخل بيه باي طرف او نكون مع اي طرف، سافرنا. قد بقيت خارج العراق؟ 19 سنه صار لي. تمام. اشتاقيت للعراق؟ اي نعم. ردت ترجع؟ اي نعم. تمام. رجعت؟ رجعت. شنو صار؟ تبهذلت استاذ حيدر. لها اول مالها شنو؟ توقف. وين توقفت؟ توقفت بسوريا اول شيء. ايش قد؟ 8 اشهر. سفارة جتك؟ لا. واحد قال لك شو عندك ما عندك؟ ابدا، ما حد حاجاني شيء. وممنوع يعني اول 5 شهور تحت الارض، سجون تحت الارض، بين فرع من فروع امنيه ينقلوني من فرع لفرع. ما تعرف تهمتك شنو؟ ما ادري شنو. شو وقت عرفت تهمتك؟ قبل ما اسافر من سوريا باسبوعين او 3. ايش قالوا لك؟ قالوا لي انت عليك تهمه بالاردن واحنا ما راح نسلمك، حنسلمك للعراق، العراق هو يوديك. بلدك بعد؟ بلدي. العب بيها. البلد بلده وهو مطلوب ومسجون، واجى اسمعوا هنا بلش الاكشن. ايه جيت للعراق، سووا لي جواز مرور، كان جوازي انتهى وانا هناك بالسجن بسوريا، انتهى الجواز مالتي. فسووا لي جواز عبور، يسموه جواز. صعدت بالطياره؟ صعدت بالطياره، حجزنا التذاكر وجينا. وصلت مطار بغداد؟ وصلنا مطار بغداد. زين. شنو صار وياك؟ بن لادن جاي. بن لادن. اي والله. بن لادن. انا اقول لك الزرقاوي، انا اكتشفت نفسي ان انا زرقاوي صراحه. يعني عملت معامله يعني مو طبيعيه، يعني شوي ثاني يسحبون سلاح علي. منو؟ الحائط. ما اعرف، ناس لابسين قوط، اعتقد هم مخابرات عراقيه حسب ما فهمت. هذا اللي جاي وحاجزيني بالطياره. اخر واحد نزلت، وبعدين اجوا ياخذوني وقدام العالم وحطوني على الحائط وصوره وامشي، واثنين منا قايديني ومحمل جنطي فوق ظهري، واخذوني المكتب مالتهم، وبلشت هاي الازعاجات مالتهم، التحقيقات وما تحقيقات، وين رحت وين جيت وش اسمك واسم امك واسم خواتك، وما خلوني. قالوا لك تهمتك؟ لا ما حد. زين. ما قالوا لك؟ ايه. انت عبالك تهمه جديده؟ انا عبالي اكو شيء. زين. عن الرعب، يعني هول المصيبه اللي اخذتها. انا قلت انه اني ارهاب، يعني انا اكيد انه اني ارهاب يعني. زين. يعني مستحيل واحد يعامله بهاي الطريقه غير يكون ارهابي يعني. زين. اخي شيء اخذ اوراقي راحوا ورجعوا، كان يقول لي تساب ملك الاردن واحنا راح نوقفك المركز شرطه المطار وهم يحولوك على المحكمه. المتهم اعلاه مطلوب الى السلطات الاردنيه عن جريمه اطاله لسان على مقام حضره جلاله الملك. هانوك؟ كلاميا لا، بس افعال. ايش حسيت؟ حسيت حالي حشره. لا حشره. اي والله. ادوني والله ادوني حتى بيومها. على فكره انا حتى ما اقدر اطلع جواز سفر، يعني مطلوب انتربول. ايش قد توقفت بالعراق؟ كلهن 9 ايام. انت ساب بالملك؟ لا. شو وقت اخر مره داخل الاردن؟ 2008. شلون؟ راووك شيء من شو؟ ابدا. زين. هي الدعوه موجوده بالعراق؟ ابدا، حتى الدعوه مو موجوده. جاي بس كتاب بي هذا، وهم دا يطالبون بملف الاسترداد، ويقول لك دائما نطلب ملف الاسترداد على كل القضايا. بس انت محكوم غيابيا؟ محكوم غيابيا. دخلت على القاضي؟ دخلت على القاضي. ايش قال لك؟ القاضي التحقيق ضحك وسالني، قال لي تسابق؟ قلت لا. والقاضي الثاني اللي رحنا له محكمه الرصافه يعني عاملني معامله كاني فعلا انا عم مسوي جرم. حتى ويتعامل مع اوراق، اعرف يتعامل مع ماده. فقلت له اخي شيء يعني ما صار. قلت له انا لو صار اقول لك. قلت له انا ما راح اخاف منك بالاخير، يعني شو تسوي لي يعني.
كان يقول لي حنطلعك كفاله ونجيب ملفك من الاردن ونشوف ونعيد محاكمتك هنا. وهذا كله طبعا ياخذ وقت، تعرف انت يعني هسه تروح تطلع جنسيه، انا بطاقه موحده مقدم عليها صار لي شهر ما قاعد تطلع ما يجي صار. خابرتني منهار تبكي. يعني شنو؟ تعبت صراحه، تعبت، اريد افترض ببلدي، اريد اروح اريد اجي، يعني اذا اخلص مستمسكاتي اطلع جواز سفر، اريد ارجع اسافر ما يخلوني، ما يخلوني، كل شيء ما يخلوني اسوي. وين من جيت؟ بلدي شنو، ليش انت عايش بالعراق؟ ليش انت تتنفس فوق بغداد وانا ما عايش فيه؟ انا ما طلعت، انا بقيت اتحمل ادفع. يعني قصدي انه ليش انتم عايشين بالعراق وانا ما عايش بيه؟ اوكي جيت حياك الله. جيت انا جيت البيت، جيت البلد، بس مو لهالدرجه صراحه، مو لهالدرجه. ولو شيء انا مسويه اقول لك ايه ما يخالف، استاهل هذا، انا استاهل، انا سبيته، بس احقق لك ضميرك. هم على قنوات وغير قنوات ايش قد سبوا العراق، ايش قد سبوا العراق من يوم الاحتلال لحد الان، حتى من قبل الاحتلال، حتى من ايام التسعينات وكان العراق يشتغل هناك. وناس مطلوبه 4 ارهاب في الاردن وغير الاردن، ايش عجب ذولا ما حد يجيبهم؟ ليش بس هالمقروط؟ والله ما ادري لين مقروط. تتخيل انت انا ما بفتهم شيء، حتى قانونيا ما بفتهم شيء، انا تخيل لما الناس اللي وقفت لي هنا بالعراق. انت ما عندك هنا احد بالعراق؟ لا والله انا العقيد لك خارج العراق؟ ما عندي احد نهائيا بالعراق، انا اخي شيء يعني سياده العقيد مدير المركز مال باب الشيخ اللي انا بيه اتصل على محامي قال له رايد فزعته، قال له تقول، قال له هيك وهيك قضيه الشاب عندي هنا جاي من السفر وهيك هيك صاير وياه. وهسه انت مقيم باربيل ما تقدر ببغداد؟ لا ما جيت، ما اقدر. شنو تريد هسه؟ اريد ان يحل الموضوع، شو اريد؟ انا قلت له القاضي، حتى القاضي قلت له هذا لو اردني ساب بالعراق شو اسوي له؟ يقول له روح الله وياك. تتخيل هالدرجه، تخيل هالدرجه. انا هسه اريد افترض بلد، اريد اروح، اريد اجي، اريد اسافر، اريد اروح، اريد اخلص اموري كلها. فهمت علي شلون؟ محدد، حريتي محدده، طالع كفاله، على اي ساعه تلغي الكفاله واروح افوت السجن واحدفذ حكم 3 سنوات. الاخوه بوزاره الخارجيه العراقي اوكي اجراءات قانونيه محترمه، لكن يا حبذا لو نجيب اللي مطلوبين 4 ارهاب، المطلوبين اللي جاوزوا على شخصيات عراقيه ورموز عراقيه منهم حتى متوفي، خلي نجيبهم واني صبري اخذه بيدي للاردن. مشي نودي لك مشيه الملك الاردن، حتى مشيه يجوز ما يستقبل، لا مشيه شو نسوي له؟ احنا هنا عندنا اللي يتجاوز نودي له مشيه، انت شو نودي له؟ الله يكون بعونك. انا اخذت من وقتك، لا تعبتك من اربيل جيت لبغداد. ولا يهمك يا غالي، اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله وازمه وتعدي. وهذا العراق عاد كل شيء شو بيه؟ هينه هاي الامور، هاي ترى مقبلات وما خفي كان اعظم. هلا خلص اسحب جوازي وارجع ان شاء الله. يا زتا لا بس ان شاء الله حظل والله. الله يسهل لك ان شاء الله. الله يسهل. شكرا جزيلا. ممنون، شكرا جزيلا.